مرحبا بكم متابعين صفحة الأراس فور هنا بملعب المنار. رمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع المتتبعين. كنحضروا في هذا الدوري الرمضاني المنظم من قبل جمعية أمان المنار الرياضة والتنمية. دراوي مميز اللي كينشط هذه المنطقة المنار الأولى والثانية والثالثة منطقة الغديرة. كثر المنطقة يعني توافد الجماهير كثيرة في هذا الملعب، لأن هذا الملعب هذا ملعب متنفس يعني هاد الشباب حتى الأطفال اللي كتنشط عليهم جمعية أمان المنار. كتعرف مدينة العرائش واحد النهوض رياضي كثير، مجموعة الدوريات اللي كاينة بالمدينة من أهمهم الدوري الرمضاني ديال المنار الثانية. يعني في ظل التهميش اللي كان في هذه الحياة هذا ارتقى جمعية أمان المنار أنها تنشط هذا الشهر رمضان هذا الدوري هذا. هذه الجمعية كتنشطها طول السنة مع جميع الفئات في هذا الملعب اللي كتطمع به هذه الجمعية وكتطمع بها الشباب في المنطقة أن هذا الملعب هو يستافد من الرشد الاصطناعي. كما كتشوفوا الآن كاين لابد في القص يعني في السيما في الإسمنت أرض الإسمنتية. الدخل رائع ديال حارس المرمى، خطأ كيتنفذ الخطأ. جمعية الأمان المنار اللي كيترأسها حسن وعدة شباب المنار الثانية. هذا التهميش اللي كتعيشو يعني المنار الأولى ولا المنار الثانية في قبل يعني في البنية التحتية الرياضية. كما كتشوفوا دار الشباب لا زالت يعني مخربة، وهذا الملعب الإسمنتي المفتقر لأبسط الأشياء اللي كينشطوا فيها الدراري. يعني تحية كبيرة لهذه الجمعية هذه اللي كتنشط على مستوى الرياضة مستوى عندنا كرة القدم. أجواء رائعة، أجواء رمضانية بامتياز 100%. في الدوري هذا مشاركة عدة فرق كما كتشوفوا الشباب كيمتلكوا لياقة بدنية رائعة.
تحية للمتتبعين من هنا من ملعب البرار. رمضان مبارك سعيد لكم جميعا.